السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصدقائي. اليوم غادي نقول لكم على قصة نبي الله أيوب عليه السلام، قصة الصبر، قصة المعاناة التي حدثت معه. اليوم كان سيدنا أيوب عليه السلام دا مال، كان عنده المال والجاليات، وكان عنده بزاف نتاع الابناء. شويه ولكن كان ابليس ديما ابليس كان تيجي عنده، وكان ديما كاين على الشيطان. واحد المره منين الله ابتلاه بواحد المرض اللي ما تبتلى به حتى شي واحد. يقول كان الدود كان كياكل ليه كان الدود كياكل ليه في الجسم ديالو. كان حنا دابا شي واحد من عندنا، كان حنايا دابا شي واحد الله ضربتني الشوكه. كان دابا حنايا دابا شي واحد فينا حنايا يقول واه كياكل فيا الدود، هو دابا الدود كيطيح منه وكيجي تيهز ديك الدوده وكيحطها وكيقول لها كولي ما قسم لك الله. وفاش هذيك الدوده قاسه كتاكل فيه تياكل فيه الدود. وواحد المره كان والو في القران واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي آية أخرى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وآتيناه رحمة منا وذكرى للعالمين. أي دابا ويجي واحد الملك جبريل ويقول له يا نبي الله هذا الماء اغتسل به. والنبي أيوب مسح بداك الماء، وفاش مسح بداك الماء رجع كي كان. ويا تجي مرتو يا تلقاه، ولكن ما عرفاتوش، حيتاش كان مشات سولاتو قالت ليه هل رأيت رجلا عاجزا؟ قالت ليه كان كيشبه ليك، واش شفتي عاجز ما كيتقدرش يتحرك؟ هو يقول لها واش ما تيقينيش؟ لا قلت لك هو انايا. وتصدمات ومسحات بداك الماء ورجعت كي كانت. وكيقول وهكذا سالت القصه نتاعتنا. القصه من العبره من هذه القصه هذه الصبر. نعم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.